السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بيتزا كتجي واعره بزاف، كتجي بنينه. كنتمنى تجربوها، وحتى لاصوص اللي غديروها غتجي بنينه بزاف. كنتمنى تجربوها حيت غتولي هي المعتمده عندكم ان شاء الله. انا غنمشي معكم دقه دقه. غنبداو هنا بمقادير العجين. غنحتاج واحد الربعه ديال الفورص، واحد نص كاس صغير ديال دقيق القمح، شويه ديال الملحه، الزعتر، معلقه ديال الخميره والماء دافي. وغادي نحتاج واحد 2 معالق حتى 3 ديال زيت الزيتون. انا نسيت ما حطيتهمش لكم هنا في المقادير. غادا ندوز باش نوجد العجين. غناخذ زلافه، غندير فيها الطحين ديال الفورص، غندير القمح نص كاس، الملحه، غادا ندير الزعتر، غادا نحكو شويه ونديرو، اللي بغى يديرو الطحون يقدر. وضفت هنا الخميره وزيت الزيتون 3 المعالق كبار. غنعجن بالماء دافي حتى كنحصل على عجينه تكون رطبه كتلصق في اليد. هاهي من بعد ما كملتها غادا ندهن يديا بشويه ديال زيت الزيتون، تقريبا معلقه. كندهن بها العجين، كنديها نجيبها باش ما يقروش ليا الوجه ديالها. صافي غادا نحطها ونخليها حتى كتخمر. كيف كتشوفوا راه كتكون رطبه بزاف، كتكون بحال كتلصق في اليد. صافي غادا نحطها نخليها تخمر حتى كتنفخ مزيان، كيتضاعف الحجم ديالها. وغندوز باش نشحر البصله والفلفله. غادا ناخذ مقله ندير فيها شويه ديال الزيت، كندير فيها البصله اللي قطعتها على شكل شرائح. هانتوما غنوريها لكم بحال هكذا. انا دايره كميه كبيره حيت غندير وحده اخرى مازال. كنتسنى على البصله حتى كطيح. هاهي من بعد ما تشحرت لينا البصله غير شويه كتصفر، ما كتبقاش خضره. غادا نحيدها وفي نفس المقله غنضيف شويه ديال الزيت وغندير الفلفله كتشحر مع شويه الملحه. غنزيد على شويه ملحه ونخليها حتى كتشحر كطيح غير شويه حتى هي. صافي من بعد ما شحرت الخضر اللي عندي غندوز باش نوجد الصلصه. غنحتاج لهاد الصلصه غنحتاج تقريبا ما بين كيلو حتى الكيلو وربع ديال المطيشه. غنحتاج واحد معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، فلفله حمراء مقطعاها، وخيز الزوا وحده مقطعه حتى هي. غندير الزعتر، الملح والتحميره. صافي هادو هما المقادير اللي عندي. غناخذ كوكوت او طنجره الضغط، غندير فيها مطيشه اللي مقطعاها ومحيده ديك النباته اللي فيها باش كتجيني مطيشه حمراء. غنزيد خيزو غير وحده مقطعه، وغنزيد فلفله حمراء. ما غنزيد فيها لا ما لا والو. غادا نغطي طنجره الضغط وغنحطها فوق البوطه على عافيه تكون متوسطه حتى كتبدا تصفر. ملي كتبدا تصفر كنقص وكنخليها على عافيه مهيله تقريبا واحد ثلث ساعه. هي من بعد ما دازت ثلث ساعه غناخذ طحانه ديال اليد اللي العيون ديالها رقاق، وها هي الصلصه اللي وريتكم مطيشه ملي طابت كي ولات كتجي واقفه. غادي نطحنها. كنتمنى تجربوا الصلصه بهذه الطريقه حيت كتجي بنينه بزاف. هي من بعد ما طحنتها كيف كتشوفوا. دابا غنرجعها للبوطه
كنخليها حتى كتختار شويه. اختوري راك على حسب الذوق، كل واحد كيفاش كيبغيها تجي. كنتسناو عليها حتى كتقال شويه وكتنشف شويه من الماء. غنضيف عليها مطيشه الحك معلقه كبيره. ها هي بغيت نوريها لكم كيفاش جات. غنضيف عليها مطيشه ديال الحك او مركز طماطم، وغنضيف شويه ديال التحميره، غير نص معلقه صغيره، شويه الملح والزعتر اللي غادي نحكوه بين يدينا. صافي غادي نحركهم، وها هي الصلصه ديالي وجدات. تقدروا توجدوها بكميات كبيره وديروها في قراعي بحال الرمضان، ما تبقاوش تستغنوا عليها الا جربتوها بهذه الطريقه. العجينه ديالنا ها هي خمرات. غادا ناخذ ورق غذائي غنوريه لكم. انا مقطعاه هنا على شكل مربع باش نقدر نسرح العجين على شكل دائره. غادا نحطو على جنب، وغادي ناخذ العجينه كنخرج منها داك الهواء اللي فيها. صافي، وغادا نجيب الورق الغذائي اللي عندي، غادا نحط فوق منه العجين. الا كان عندكم الوقت خليوها ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق عاد تسرحوها. انا كندير في يدي شويه الزيت وكنسرحها بحال هكذا. كنسرحها بالاصابع ديالي من الوسط، وكنخلي شويه الجوانب ديالهم مرتفعين. انا غادا نوريكم الشكل ديالها. ها هي كنخلي الجناب مرتفعين شويه باش ما تخش ليا الصلصه. غادا نجيب فرشات كنتقبها مزيان من الوسط. دابا من بعد ما تقبتها غادا ندير فيها الصلصه اللي وجدت من قبل. كيف كتشوفوا راه اللون ديالها كيجي كيشهي. غادا ندير فوق منها الفرماج وغنزينها بالبصله. البصله كتبقى على حسب الذوق. انا كما قلت لكم هنا راه دايره هاد البصله والفلفله باش ندير هاد جوج بيزات. غندير الفلفله، صافي. وغندير الزيتون كحل اللي مقطع مزيان. راه كل واحد كيبقى على حسب الرغبه ديالو. كندير الطون من فوق منهم، كندير شويه صافي. وغادي نرش بشويه ديال الفرماج من الفوق وكندخلها للفران. كندخلها بالورق، كنحطها فوق اللاطه وكندخلها حتى كتحمر من التحت، وكنهبطها باش يذوب الفرماج شويه كيتحمروا لنا الجوانب ديال العجين. ومن بعد ما نخرجها ان شاء الله غادا نوريكم الشكل ديالها النهائي كيف كيجي. ها هو الشكل ديالها النهائي كيف كيجي. كيجي كيشهي وكتجي بنينه بزاف. اللي بغى الفرماج يذوب اكثر كيمكن له يضيف اكثر ديال الوقت، يزيد شويه الوقت في الفران باش تذوب الفرماج ويكثروا من الفوق. كل واحد على حسب الذوق ديالو. غادا نقطعها ونوريكم طريف منها كيف كيجي. كتجي العجينه رطبه بزاف وكتجي بنينه كما قلت لكم، غير جربوها. هذا هو الشكل ديالها. العجينه كتجي رطبه بزاف. ها هي كيف كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. حتى الصلصه بنينه وكتضيف واحد الاضافه مزيانه بزاف البيتزا ديالنا. الا جربتوها بهذه الطريقه ما تبقاوش تستغناو عليها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجباتكم اشتركوا معنا في القناه وخليو لنا لايك وتعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله.